السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله ما طايقين لبس. هنستهل النهارده حلقتنا دي ببركة بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت. ونشهد جميعا بأن سيدنا النبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندي كريم بيقول لي إنه عايز يجيب حمام غير الحمام اللي عنده. طب ليه؟ لأن الحمام اللي عنده يعتبر بيطير وقت قليل جدا، ما بيتعداش دقايق. فطبعا الغاوي اللي نفسه ينش وبيجيب حمام يعني ما بياخدش وقت في الطيران، اعرف انه حمام ركوز. حمام ركوز. في حمام يا جدعان بتاع نش وفي حمام بتاع ركوز. وصلت؟ الحمام انواع، مش انواع في شكله وحجمه، لا، الحمام في الطيران انواع. في فرد حمام بيطلع يحب يلف شويه ويركن، في فرد حمام بيطلع يلف الدنيا وزي ما طلع من مكان ينزل نفس المكان. في حمام يطلع ويركن قرب المكان اللي هو عايش فيه، يبقى قدامك شايفك وبيغيظك كده ويقول لك ما نزلتلكش انت، بس اديني قدامك اهو. لا ده نافع ولا ده نافع ولا ده شافع. انا يهمني فرد الحمام يخرج من بابه يرجع تاني على العرق او على العشه اللي انا عاملها له او في السطح اللي هو متربي فيه، مش يركن بعد كده يرد يجي لي. تمام؟ لا. فالحمام له مجهود معين، يا يطير وينزل، يا يلف ويسقط بسرعة يضرب مخ ويسقط على أي سطح ولا أي نيلة، يا تلاقيه أصلا مش بتاع مطار ووقته ضيق. فاللي عندك يا كراميلا وقته ضيق، ما ينفعش، مجهوده قليل. أنت بتطلع زي ما تكون بتجري عجوز. هو شاب الحمام وزي الفل، بس أكنه عمل زي العجوز اللي مش قادر يجري، اللي يعني خلاص جري ربع خطوتين وعايز كرسي يتسند او بيركن على حيطه. ففي حمام كده مجهوده قليل. فطب اجيب الاصل منين؟ هات زغاليل، هات زغاليل ودربها، هتلاقي مجهودها بقى زي الطلقه وهي مستنيه فتح العين عشان تطلع تطير. وعشان تطلع تطير حبيب اخوك لازم يكون قدامها مجال. كلمه مجال يعني وسع. تمام؟ سؤالك كده خلص. اخويا احمد اللي قال لك امبارح، اللي قال لنا امبارح انه اللي جاوبناه امبارح على ان ما ينفعش في المنور يربي حاجه، لان عشان صوت المحركات بتاعت الميه، صوت المواتير بتاعت الميه. فطبعا انت ما عندكش مشكله حبيبي، انت ما عندكش مشكله. انت بتقول ان انت ممكن تغوى فوق السطح، بس خايف من الشتاء لمطره وخايف من الصيف لشمس. انت اعمل سقف، مفيش حاجه اسمها مشمع، لان المشمع بيدوب وبيتلف حراريا. بيدوب من الاجواء مع سخونيه الهواء ومع سقوعيه الهواء، وبيتلف لان هو تغيرات الاجواء، تغيرات الجو وتقلبات الجو بتخليه مع مضي الايام يتلف. طب انا مش عايز اكلف يا عم اسامه، بس عايز اعمل سقف. اديني الفكره. اقول لك زي الفل والله. احنا بنروح للبقالين اللي بيبيعوا رنجه، بيرموا هم بالصلاه على النبي صناديق الرنجه. باخد انا صناديق الرنجه، بغسلها الغسله التمام بالفرشه والديتول والسافو، ببصوا بعمل معاها اللي ماشي، وعلى وضعها، لا بشقها ولا بمقها. لو فيها مسامير بحلها منها، اهي بستعدلها واكسبها اني بدقها تاني. وبعمل ايه بقى اخويا؟ بحط في السقف، بغطي السقف كله بقطع صناديق الرنجة، بغطيه كله. وبقوم عامل ايه بقى سيادتك؟ بجيب 5 6 أو 10 سيدابات كده، عارف اللمبة الفلوروسنت زيها بس خشب كده، أطوال 2 متر، طولها 2 متر وعرضها 3 سنتي، اسمها سيدابة. وصلت؟ وبدقها من الأول للآخر، بتمسك لي كل الفريق ده. فبعمل بقى شوية سيدابات كده جنب بعض يمسكوا لي السطح، يمسكوا لي السقف كله. ب5 جنيه مسامير هيمسكوا لك السقف كله، لانك مش هتدق خشبه، انت هتدق السدابه، مسمار في الاول ومسمار في الوسط ومسمار في جنب منه ومسمار في الاربع 5 مسامير في السدابه، اول اخر وثلاثه في النص، اول اخر وثلاثه في النص.
بس هتعمل السقف كده بقى حرا جوا صواريخا، مفيش ادنى مشكله. فانت يعني اظبط الدنيا باقل الامكانيات والتكاليف. وصلت؟ وان شاء الله ربنا معاك. في واحد بقى بيقول لي ايه الحل في ان انا كل ما انزل اجيب اصوص واخدها شغاله تيجي عندي ما تشتغلش. انت مش محظوظ على فكره، ممكن يكون مكانك زفر. وبالنسبه للموضوع ده انا كنت عملت فيه حلقه زمان وقلت يا جماعه الغاوي بطهارته ونجاسته. والله العظيم ما بهزر. الغاوي بطهارته ونجاسته وعلاقته قبلهما مع الله سبحانه وتعالى. احنا نعرف غواي شمال، في غياتهم شمال وفي سطوحهم شمال ومع حريم شمال وخاربين الدنيا في اماكن الحمام وتربيه الحمام على السطح، يطلع العيله يفركها. تمام. هو مش عيب ان اتكلم، اللي عيب اصل انا راجل بكلم رجاله، فمش عيب لما اقول لك بياخد عيله يفركها. انت بقى دماغك تروح 500 خاريه ماليش فيه، بس انت افهم ان هو سافل وهي سافله. طب هو لقى ان المكان ده بيتعمل فيه كده، طب ما ده هيعود بالشر على حاجاتك اللي هي لا علاقة لها بالنجاسة. الحمام طاهر عشان خاطر قعد لك في غار حراء على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قدام العنكبوت. اشمعنى ربنا ما اختارش لا غراب ولا حداية ولا صقر ولا نسر يخوف الكفار، وجاب لك ليه حمامتين؟ لان هم يرمزوا للسلام، وطيور طهرة، لانها اختيار الخالق ربنا سبحانه وتعالى. اختار ان هم يعششوا، لان هم رمز الطيبة وعدم القلق. ليه اختارهم يعششوا امام غار حراء ووراهم عنكبوت؟ وليه بيضين؟ لان هم بيحبوا الطمأنينة. فربنا ارسل رسالة دينية للأمة كلها، ولينا احنا كغواي حمام نستشف منها بقى. ما ارسلهاش لينا احنا كغواي حمام مخصوص، لا، ارسلت دينيا للامه. ولكن احنا بقى ناخدها كغواي حمام، ان الحمام بيحب الامان والطمأنينة. لانه الكفار شافوا الحمام وقالوا البعض ما ينفعش يخش من خيوط العنكبوت المنسوجة، والتاني قال له وفي كمان حمامتين زيادة تأكيد بايضين، والحمام معروف ان هو بيخاف وبيحتاج الامان. فلو بايض وانت جيت عشان اولا هو هيهيج والبيض هيبوظ والدنيا هتبوظ والعنكبوت هيروح، فجاب لك حاجة بخلاف حاجة. وصلت؟ انت بقى افهم ان الحمام يرمز للسلام والمحبة والامان والهدوء. اخويا اللي بيتناجس بلاش، عشان خاطر انت بتشتكي ان اصوصك وحمامك ودنيتك شغاله سالب يعني ايه يا نجم؟ سالب يعني ما بتنتجش، مع انك شاريها بتنتج. يا سبحان الله، ده انت طمعان فيها عند الناس واشتريتها عشان قاعده على زغاليلها، فقلت يلا تيجي تكمل عندي واحلبها. امين. انما بقى من فوق سبع سما ربك اذا اراد ان يقول للشيء كن فيكون. انت ذات نفسك وضعك ايه؟ سالك ولا ماشي في الهالك؟ اظبط المعدل ده والمؤشر ده، انت سالك ولا ماشي في الهالك؟ بتبرم مع حريم فين؟ في مكانك. طب بلاش مكانك، بره مكانك، يبقى انت ما انتش مظبوط منجوس. يبقى لما هتخش تاكل حمام طاهر الدنيا مش هتظبط معاك، لانك ما بتسميش بتطفحهم اي اكل وخلاص. يبقى بص، هو انت زي اللي بالظبط يعني ايه، زي بصوا، انا بالنسبه لي الانسان اللي هو مش سالك ده بيضيع وقت. عايز اشرحها لكم كده بس عشان اجيبها للناس القراريه اصحابي اللي فاهمين الدنيا، وانا فاهم ان الكل فاهم. ما بكلمش حد غبي، الصغير فاهم والكبير فاهم، الكل فاهم. اللي مش سالك ده بيضيع وقت، اللي بيتهنبق بيضيع وقت، المنحرف بيضيع وقت، اللي ملوش في اي حاجه وهي ماشيه معاه غلط وهو مكمل في الغلط بيضيع وقت. تمام؟ اظبط نفسك عشان حالك يتظبط، ترجم حياتك عشان حياتك تترجم معاك صح.
انت معوج هتتقطم في يوم عشان خاطر يشعرك ربنا بعوجتك. انا ما بتكلمش في حمام، بتكلم في نواحي حياة واسلوب حياة مع البشر. انت غاوي رازي هتترازى، هيطلع شبل كده يقضي عليك، يجيبك ينهيك بالادب وبالبروتوكول وبالشياكة وبالشربطة وبالمرمطة وبكل ما تحتويه الكلمة من قذارة. فاهم؟ يعني ياما شفنا سبوعة واتحط عليهم في القبر. شفنا ناس كانت سيت تيريبت التيت واتحط عليهم في القبر من اشبال طالعه ماسكه نفس نهجهم. فالحياه مش دايمه، دي عايمه. فانت ركز وبلاش نجاسه عند الحمام طالما انت غاوي وبتشتكي وبتبعت رساله. فانا ما بفضحكش انا لا قلت اسمك ولا عنوانك ولا رقم تليفونك ولا اي حاجه، لان انت يعني تعتبر من اصدقاء القناه. ماشي؟ شبعان ومشبع نفسك، بلاش عند الحمام واتقي الله في روحك. وصلت؟ وما تشتكيش من ضنك الحياة عليك، لان احنا لسنا شيوخ، لا هنقول لك قال الله ولا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا بنقول لك بطل لحسن تتعطل، والكل هيسبقك وانت هتبقى يعني مش في المؤخرة، انت هتداس تحت الرجلين. ليلتكوا زي الفل، ويعني معلش خرجنا من الحمام ودخلنا في الحمام، ويعني اللي عندنا قلناه لكم، ومستنين اسئله. وبالصلاه على النبي احنا ليكوا وبالله قبليكوا، واللي يصلي على النبي يكسب. ربنا ييسر لكم الحال وييسره لنا قبل منكم، ومع بعض كلنا ان شاء الله في الخير. كل عام وحضراتكم بخير، وان شاء الله مع بعض في كل ما هو جديد. وسما بيرجو تلمس من الجماليه بيمسي على كل الجدعان والحبايب، واحلى بوسه مطرقعه. سلام.